قد تم دفن الطفل السوري الغريق وشقيقه ووالدته في كوباني. شارك مئات السوريون في تشييع ودفن الطفل الغريق ألان شنو وشقيقه ووالدته الجمعة في مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية الحدودية مع تركيا، بحسب ما ذكر الصحافي في المدينة لوكالة فرانس بريس. وقال الصحفي الكردي مصطفى عبدي في اتصال هاتفي مع فرانس بريس: تم تشييع الطفل ألان شنو وشقيقه ووالدته اليوم في كوباني، حيث دفن في حضور والده عبد الله ومشاركة مئات الأشخاص، حيث خيم الحزن الشديد وكان الجميع يبكون. وكان جثمان الطفل السوري ألان كردي وصل مع جثمان والدته زاهين وشقيقه غالب إلى ولاية شارلي أورفا التركية المحاذية لسوريا. ونقلت الجثامين الثلاثة الجمعة إلى معبر مرشد بينار بفضاء السوراج بولاية أورفا، ومن ثم إلى مدينة عين العرب كوباني تمهيدا لدفنهم فيها. وكان في استقبال الجثامين التي نقلت إلى الولاية عبر طائرة نواب ومسؤولون من أحزاب تركية مختلفة، إلى جانب مسؤول كردي من مدينة عين العرب. وقال عبد الله كردي ولد طفلي للأناضول: كنت أحاول التوجه إلى أوروبا سعي لتأمين حياة أفضل لأولادي، غير أن الرحلة انتهت بمأساة، مشددا على أنه لن يترك بلاده عقب دفن أفراد عائلته. وكانت فرق خفر السواحل التركية عثرت خلال الأسبوع الحالي على جثة الطفل ألين مع 11 آخرين، الذي لفظتهم أمواج البحر إلى شاطئ مدينة بودرام تركيا بعد غرق سفينة كانت في طريقها إلى اليونان بطريقة غير شرعية.